ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بتكونوا بخير. معاكم عمر هاني في فيديو جديد، واهلا بكم في حلقه جديده. الفيديو بتاع النهارده هيبقى فيديو مهم جدا، لاني هتكلم عن التصوير. وهنا هتكلم عن التصوير عامه في اي حاجه انت تستخدمها، سواء موبايل او دي اس ال ار، وتطلع سواء بالموبايل او الكاميرا الاحترافيه جوده ممتازه جدا. لان فعلا الموضوع مش بيعتمد على ان انت معاك كاميرا احترافيه ولا انت معاك موبايل مش كاميرته حلوه، هي بتعتمد عليك انت بالظبط. وايوه، النصايح اللي انا هقولها لك هنا دي هتقدر ان انت تطبقها على اي حاجه انت تستخدمها، سواء موبايل او كاميرا احترافيه. والنصايح اللي انا هقول لك عليها دي انا استفدت منها بشكل شخصي، لان فرقت معايا كتير جدا. وممكن تكون منها حاجات تافهه بالنسبه لك، بس لو فعلا انت عملتها هتلاقي ان هي هتعمل ليفل عالي جدا للتصوير بتاعك. وبرده عايز انوه عن حاجه ثانيه، ان الحاجات دي هتبقى محتاجه منك حبه تدريب. يعني بدل ما تصور الحاجه مره تصورها مرتين 3 4 علشان تقدر ان انت تاخد بالك وايدك تتعود على الموضوع. ويلا بينا نبدا ونشوف. قبل ما نبدا ما تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتفعل زر الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا كلها اول باول. ويا ريت بس ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين هناك، وان شاء الله ينصرهم على كل الاعداء. النصيحه الاولى اللي هقدر اقولها لك وهي اهتم بالاضاءه. يعني مثلا لو انت هتصور في مكان فيه شمس، خلي دايما العنصر اللي فيه الاضاءه اللي هو اقوى حاجه موجوده يكون وشك، ما تديهوش ظهرك. لانك انت لو اديت العنصر زي الشمس دلوقتي ظهرك، تلاقي ان انت شكلك كله من غير تفاصيل، وهتلاقي لونك اسود مفيش اي تفاصيل هتظهر. فالحل هنا اللي انت تقف قدام العنصر اللي فيه الاضاءه، يا اما نظره مباشره او ممكن تكون على جنب شويه بزاويه يمين بزاويه شمال على حسب، عشان تقدر ان انت تطلع منها باحسن كواليتي ممكنه. وعشان تعرف الفرق، صور صوره وانت ظهرك للعنصر، وصور صوره وانت وشك للعنصر اللي هو ساعتها العنصر ده اللي هو الشمس، وشوف الفرق ما بين الاثنين. هتيجي تقول لي طب يا عمر، ما في صور انا بشوفها بيبقى الشمس في ظهرنا عادي جدا والاضاءه بتطلع حلوه. هقول لك ان بيبقى فيه عنصر اضاءه تاني زياده، بيحط الاضاءه دي على وش الواحد او على وش الجسم اللي هو عايز يصوره علشان يزود الاضاءه ان يقدر يصورها، وبيبقى ساعتها رينج لايت او سوفت بوكس او الحاجات بتاعه التصوير. فلازم علشان لو انت عايز اضاءه وراك لازم يكون برده في اضاءه ثانيه بتساعد معاك. فهمت الفكره؟ يعني بمعنى اصح دلوقتي وانا بصور انا ممكن احط اضاءه ورايا هنا، بس الاضاءه اللي ورايا دي هتاثر على التفاصيل بتاعه وشي، فلازم يكون في برده اضاءه جايه من عند الكاميرا من هنا علشان تقدر اللي هي تظهر ملامح وشي. وصلت؟ النصيحه الثانيه، نظف العدسه. ايوه زي ما انت ما سمعت، لو العدسه مش متنضفه يبقى عليها حبه اتربه، الاتربه دي هتاثر على جوده الكاميرا. مهما انت بقى عملت وظبطت فتحه العدسه وظبطت كل الحاجات الايز والشطر، وكمان عملت الزاويه الصحيحه اللي انت هتصور بيها، هتلاقي نفسك في الاخر انت بتصور صور مش حلوه. وده لان انت ما مسحتش العدسه. فعلا لو انت مسحت العدسه هتلاقي ان في فرق كبير جدا وواضح في التصوير بتاعك. واعتقد ان دي ممكن تكون اهم نصيحه اقولها لك في كل النصائح اللي انا اقولها لك دي كلها. النصيحه الثالثه، ابعد عن الزوم الرقمي. بمعنى لو انت عايز تيجي تعمل زوم او تقرب على حد، انت ما تقربش بالموبايل. يعني ما تقربش. لو انت عايز تقرب على جسم حد او على حاجه انت بتصورها، ما تقربش بالموبايل. يعني لان انت لما بتيجي بتزوم، الزوم الرقمي اللي احنا بنسميه، انت كده بتقلل جوده الصوره بشكل كبير. كل ما بتقرب بالزوم كل ما انت بتقلل من الجوده. فالحل المهم جدا اللي انت تحاول ان انت تقرب بجسمك على الجسم اللي انت بتصوره، هتبقى افضل كتير جدا. النصيحه الرابعه وبرده دي مهمه جدا، وهي الخطوط. ايه هي الخطوط؟ لو انت مسكت اي موبايل او اي كاميرا هتلاقي ان في حاجه اسمها الخطوط او الشبكات. دي بتبقى عباره عن خطوط محطوطه مع بعضها، وفي نقطة هي بتوصل لكل خط من التاني. والخطوط والنقط اللي انا بتكلم عليها دي هي اهم حاجة انت تركز عليها. هتلاقي عندك 4 نقط، في نقطتين في اليمين وفي نقطتين في الشمال. لما انت تيجي تصور حاجة، حاول ان انت تركز على نقطة معينة من النقط دي وتحط فيها الجسم اللي انت بتصوره. تلاقي نفسك لما تيجي تصور صورة هتلاقي ان ليها معنى مختلف. النقط اللي بتبقى موجودة في الشبكة دي نقط الارتكاز اللي لما حد بيجي يشوف الصورة بتقع عينه عليها على طول. فلو انت عايز تعمل صورة تبقى حلوة وانت ما عندكش اي خبرة في حوار التصوير، اعمل او فعل الشبكة دي عندك على الموبايل او على الكاميرا اللي انت هتصور فيها، وبعد كده صور. هتلاقي ان التصوير اللي انت عملته مختلف تماما عن التصوير العشوائي اللي انت كنت بتصوره. النصيحه الخامسه، حاول ان انت تصور باعلى جوده موجوده في الموبايل. بمعنى دلوقتي ان انت عندك الموبايل مثلا الكاميرا بتاعتك الجوده بتاعتها 48 ميجا بكسل، فانت تدور ان انت ازاي تقدر تصور بالطريقه 48 ميجا بكسل بدون اي افكتات. ويا ريت كمان ان انت تبعد عن صور السناب شات او الانستجرام والحاجات دي كلها. لو انت عايز تصور، صور الجوده كلها اعلى كواليتي، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه براحتك. تحس فعلا في فرق بشكل كبير جدا. وبعد كده لما تيجي تعدل هتلاقي ان في فرق كبير جدا. لما بتيجي تعدل على صوره الجوده بتاعتها حلوه قوي، لما تيجي تعدل على صوره اصلا هي فيها افكتات والدنيا فيها بايظه خالص. النصيحه السابعه، حاول تثبت ايدك. الصور اللي انت بتاخدها دي واللي انت لما تيجي تظبط الزاويه ولما تيجي تفتح الشطر والايز والحاجات دي كلها هتكلم عليها في فيديو تاني منفصل برده. الحاجات دي كلها لما تيجي بتثبتها وانت ما عملتش ايدك متثبته صح، هتلاقي الحاجات دي كلها راح، اللي انت عملته ده كله راح. فلازم ان انت تثبت ايدك. ولما ما بتعرفش تثبت ايدك، هات لك اي ستاند كده محترم، حاجه بسيطه مش غالي خالص،
خالص، مش محتاج حاجه غاليه، وخليه يصور وهتطلع الصور كلها ممتازه زي ما انت عايز. فاهم حاجه اللي انت تثبت ايدك بشكل كويس. النصيحه السابعه، صور من كذا زاويه. كتير جدا من الصور انت بتصورها بيبقى في دماغك حاجه ثانيه، بس اللي بيحصل في الواقع حاجه ثانيه خالص غير اللي في دماغك. وده لانك انت لازم تصور الصوره باكتر من زاويه، لان انت لما بتيجي بتصور باكتر من زاويه ممكن تلاقي الزاويه دي احلى بكتير من كل الزوايا اللي انت صورتها الثانيه. لما تيجي تصور في مكان صور في اكتر من زاويه علشان تقدر ان انت تاخد احسن لقطه ممكنه. سلام. والنصيحه الثامنه والاخيره، علم ازاي تعدل على الصور. بمعنى ان انت تشوف فيديوهات ازاي ان انت تقدر ان انت تظبط الالوان بتاعه الصور، بس ده كله بعد ما انت ما تصور صوره خام. بمعنى ايه صوره خام؟ يعني صوره باعلى جوده. بعد كده بيبقى عندك حبه تاتشات بسيطه لازم تعملها في التعديل. والنقطه هنا اللي انت لازم ان تفهم ان التعديل او الايديت على الصوره بيبقى حاجات بسيطه. لو انت عايز تظبط حاجات تبقى تخلي الصوره احلى شويه، هي عباره عن اضافه انت بتضيف عليها، مش انت بتعتمد ان انت تصور بعد كده تقول هشيلها في المونتاج او هشيلها في الايديت. الكلام ده غلط. لكن انت بتعدل عشان تخلي الصوره بدل ما هي حلوه تبقى تحفه. بس اهم حاجه العنصر الرئيسي هو التصوير. لو التصوير وحش مهما عملت من الايديت هيبقى وحش، لكن لو التصوير حلو مهما عملت من الايديت هتفضل حلوه. وبس. يا رب الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. كان معاكم عمر هاني، في امان الله.